السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هعمل لكم وصفة سهلة، وصفة سريعة، وصفة للدولشي. النهارده هنعمل مع بعض الكب كيك، هنعمل مع بعض نوعين للكب كيك، كب كيك فانيلا وكب كيك شوكولاتو، وهنزوقهم كمان وهيدوا معانا شكل جميل قوي. تقدري تستخدميها الوصفة دي وتقدري تعمليها في عيد ميلاد، في مناسبة نجاح، في مناسبات جميلة، في عيد جواز، وربنا كده ان شاء الله يحسن ما بين ايديكم، ودايما ايامكم كلها سعاده وفرح يا رب. هنعمل مع بعض اول حاجه التزويق اللي احنا هنزوق بيه الكب كيك. انا عندي هنا استخدمت باندا دا مونتاري، تقدري تستخدمي كريم شانتيه دريم ويب، تقدري تستخدمي اللي هي كريمه الحلويات او كريمه الخفق، تقدري تستخدمي اي حاجه انت بتحبيها لزواق التورتات والجاتو. انا استخدمت معاكم النهارده باندا دا مونتاري عشان انا بحب الطعم بتاعها. هضربها كويس جدا لحد لما اجي اطلع مضرب البيض منها يكون ما بينزلش منه اي سوائل، يبقى كده هو بقت مظبوطه معايا القوام. زي ما انت شايفه كده اخدت حبه ما نزلش منها اي حاجه، يبقى كده مظبوط. هقسم الخليط ده وهعمل منه لون تاني، يعني انا هخلي لون ابيض واللون التاني هعمله روزة او اللي هو اللون الوردي اللي مدي على الاحمر شويه. تقدري كمان تستخدمي الالوان، طبعا دي طبعا الوان الوان طعام. تقدري تستخدمي اللون اللي انت بتحبيه واللي اولادك بيحبوه. هقلب الكلام ده كله مع بعضه كده بحيث ان يطلع معايا الخليط بلون جميل. طبعا الكاميرا مش جايبه اللون مظبوط، هو اللون كان اغمق من كده. هيبقى معايا ابيض وهيبقى معايا اللون الروز. وهنعمل مع بعض جناش الشوكولاتو، بس هعمله بالشوكولاتو. يعني تقدري لو مش عايزه تعمليه بالشوكولاتو وعايزه تعمليه اقتصادي شويه، تقدري تستخدمي الكريمه الكاكاو الخام مع السكر واللبن والزيت، تنزلي بالزيت بالتدريج وتضربيه في الخلاط ويطلع معاكي جناش شوكولاته برده بس اقتصادي شويه. انا النهارده هعمله، بس هعمله بالشوكولاته. هستخدم شوكولاته اللي هي خام بنسبه 70%. هسيحها معايا معلقتين زيت وهدخلها في الميكروويف 30 ثانية واقلب، وبعدين ادخلها تاني 30 ثانية لغاية ما تسيح معايا. زي ما انت شايفة بصي الخليط بعمل ازاي. هنزل عليها بعد كده بنص كوباية من الحليب، وتقدري تحطي على الحليب حبة سكر لو انت الكاكاو بتاعتك امارة او الشوكولاتة بتاعك قصدي امارة قوي، يعني جامد قوي التركيز السكر فيه قليل. تقدري تضيفي على الحليب سكر، بس انا هنا بالنسبة لي تركيزه كان كويس وسكره كان حلو، فهحط بس حليب، بس نص كوباية من الحليب. هقلب الخليط ده كويس جدا معايا لحد ما يعمل معايا جناش شوكولاته حلو قوي. هدخله طبعا التلاجة، زي ما انت شايفه كده بقى معايا الخليط مظبوط قوي. هدخله التلاجة، طبعا هيتقل معايا اكتر من كده. ودخلت طبعا الكريم شانتيه او الباندا دا مونتاري اللي انا ضربتها من شويه، دخلتها برضو حطيتها في اكياس الزواق بتاعه التورته، وحطيتها في التلاجة علشان ازوق بيها الكب كيك بتاعي في النهايه. نبدأ بقى مع بعض بخليط الكب كيك، وده سهل وسريع، مكوناته سهلة وبسيطة. بس ركزي في الخطوات بتاعتها. معانا هنا 3 بيضات، هنستخدم في كل معيار 3 بيضات، 3 بيضات هنا و3 بيضات للشوكولاتة و3 بيضات للفانيلا. هنبدأ مع بعض نعمل الأول كب كيك الفانيلا. 3 بيضات، معانا فانيليا ومعلقة من الخل، وطبعا احنا قلنا معلقة الخل مهمة جدا عشان بتشيل زفارة البيض. لو شايفة الفيديو للحتة دي ما تنسيش تذكري الله وتصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة كما تحب وترضى وملء ما تحب وترضى. رشيت رشة الفانيليا، وطبعا انا قلت لكم لازم تستخدموا نوع فانيلا يكون حلو علشان ده بيأثر برضو على طعم الحلويات. نزلت بمعلقة الخل وهضرب الكلام ده كله مع بعضه. الخليط ده هنستخدم فيه قد ايه بقى؟ هننزل عليه بنص كوبايه من الزيت وكوبايه من الحليب. انا طبعا مش هستخدم حليب بس، زي ما انا قلت لكم ان انا بحب استخدم مع الكيكات او الدولشي في العموم جبنه ريكوتا. فانا استخدمت حوالي نص كوبايه من الجبنه ريكوتا ونص كوبايه من الحليب، يبقى نص كوبايه من الجبنه ريكوتا ونص كوبايه من الحليب. طب لو انا مش ما عنديش جبنه ريكوتا وعايزه استخدمها السوائل بتاعتها تبقى حليب بس، خلاص مفيش مشكله، استخدمي حليب بس يكون كامل الدسم. ده بيدي معاكي دسم كده جامد قوي للكب كيك، وبيدي له طعم حلو قوي قوي قوي، وبيبقى غني جدا، الطعم بتاعه بيبقى غني جدا. استخدمنا هنا قلت نص كوبايه من الجبنه ريكوتا ونص كوبايه من الحليب، وهنزل عليهم بكوبايه من السكر. ودلوقتي هنزل على الخليط ده بالدقيق او المواد الجافه. المواد الجافه اللي انا استخدمتها في كب كيك الفانيلا 2.25 كوباية من الدقيق
عليهم كيس بيكنج باودر، وعليهم ربع معلقة من البيكنج صودا، ورشة ملح. يبقى الخليط اللي انا هنخله قدامكم ده قد ايه؟ كوبايتين من الدقيق، كوبايتين وربع من الدقيق، عليهم كيس بيكنج باودر، عليهم ربع معلقة من البيكنج صودا، عليهم رشة ملح. وانا كده الكمية الخليط ده كده مناسب قوي مع كمية السوائل اللي انا حطيتها، وكان مظبوط جدا الخليط معايا. طيب للناس مثلا اللي لو الخليط طلع معاكي تقيل زيادة عن اللزوم، تقدري تضيفي شوية لبن صغيرين لحد ما الخليط معاكي يتظبط. لو لقيتي الخليط سائل شوية، طبعا كل ده بيعتمد على نوع الفرينة اللي احنا بنستخدمها او نوع الدقيق اللي بنستخدمه. لقيتي الخليط سائل اكتر من اللزوم، هنحط ايه؟ هنحط حبة دقيق، معلقة او معلقتين دقيق، بحيث انه يتظبط معاكي القوام. وطبعا اهم حاجة لازم ننخل الدقيق، علشان نخل الدقيق بيدخل فيه الهواء وبيظبط معانا القوام. زي ما انت شايفة كده بدأت زي كأنها فيها فقاقيع هواء، علشان معلقة اللي هي كيس البيكنج باودر مع ربع معلقة البيكنج صودا بيدي هشاشان وقوام حلو قوي 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 كب كيك. هندخل على طول بقى في المقدار التاني. خلاص احنا حفظنا 3 بيضات، ده بقى المقدار بتاع الكب كيك للكب كيك الشوكولات. هنعمل ايه؟ 3 بيضات برضو، معاها فانيلا، معلقة الخل، هنزل بنص كوباية من الزيت، كوباية من اللبن على الجبنة الريكوتا، نص ونص يعني، وهنزل عليهم بكوباية من السكر. وفي الخليط بقى ده هستخدم كوبايتين من الدقيق ونص كوباية من الكاكاو الخام، يعني كوبايتين ونص. طب ليه انا استخدمت كوبايتين ونص؟ لاني طبعا المواد الجافة لما بتكوني حاطة دقيق غير لما بتكوني حاطة كاكاو. الكاكاو ما بيمسكش جامد او ما بيتقلش بسرعة مع الخليط، لكن الدقيق طبعا بيتقل جامد، فلازم تكوني حاطة دقيق اقل لو هتعمليها فانيلا. بس لو هتعمليها بالشوكليت حطي نص كوباية، يبقى كوبايتين دقيق وكوباية ونص كوباية من الكاكاو الخام. وحطيت برضو نفس الكلام، ربع معلقة من البيكنج صودا، كيس بيكنج باودر، ورشة من الملح. بصي الخليط بقى كده مظبوط ازاي. ده بقى الكب كيك اللي هنعمله بالشوكليت. طبعا معانا هنا قوالب كب كيك برضو زي ما انا عملتها المره اللي فاتت قدامكم. انا بحط بقى هنا كمان شوكليت شيبس في النص، وهنزل عليها يعني هكملها. يعني بحط الاول حبه من الخليط بتاع الكب كيك ورشه من الشوكليت شيبس، وبعدين بكمل عليها تاني علشان يبقى الشوكليت شيبس في النص، ويديني كده ايه صوص شوكولاته من النص. وهنا بقيه الكميه عملتها طبعا الكميه الفانيلا وكميه الشوكولاته كاني عملت بيها كيكه، اللي هي كيكه تايجر، اللي هي بتبقى شوكولاته وفانيليا مع بعض، جميله جدا، بتبقى شكلها حلو قوي، وكمان لما بتتذوق بتبقى روعه. معانا بقى هنا اول ما بيطلعوا من الفرن بعمل ايه؟ بيكون معايا نص كوبايه من الحليب، عليها معلقتين من السكر، وبزقي كل واحده كب كيك بمعلقتين من الحليب. ليه؟ بيخلي معايا الكب كيك طري كده وهش، وقوام بيبقى غني، بيبقى حاجه رهيبه بصراحه، بيبقى روعه جدا. ما تكتريش، هي كل واحده هتحطي عليها معلقتين من الحليب اللي عليه سكر. وزي ما انت شايفه بقى جناش الشوكولاته او الصوص الشوكولاته معايا بقى مركز ازاي وجميل. وزوقتها بعد كده بالفرماسيل. والتانيين طبعا انا حطيت عليهم الكريمه، وحطيت عليهم الفروته المجففه ومكسرات، وبقى الشكل معانا جامد قوي زي ما انتم شايفين. تقدري كمان تحطي على بالشوكليت ده كمان تقدري تحطي عليها شوكولاته مبشوره، او تقدري تحطي كمان عليها اللي هي بارات الشوكولاته اللي بالمكسرات. تقدري تزوقيها زي ما انت عايزه، الذواق ده يرجع لك. وطبعا الشكل بيبقى جميل جدا وبيجذب الانتباه للاطفال، وكمان لو في مناسبه ولا اي عيد ميلاد او اي حاجه حلوه طبعا بيبقى شكلهم حلو قوي على الترابيزه بتاعتنا. ولو عجبك بقى الفيديو ما تنسينيش من دعوه حلوه من القلب، ولايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما ننساش نذكر الله ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاه كما تحب وترضى وملء ما تحب وترضى. عايزاكي بقى تشوفي الجمال ده وتعمليه ان شاء الله ويطلع معاكي حلو، ربنا يحسن ما بين ايديكم. وبون ابيتي.